يا مساء الأنوار. النهاردة معانا ثنائي خرافي، فريق أحلام البيانات. الناس بيقولوا عليهم إندكس وماتش، بس إحنا بنقول عليهم حسام حسن وإبراهيم حسن، الثنائي العجيب اللي محدش بيقف قدامه. فدول أدوات البحث السريعة اللي مش هتكسفك قدام مديرك. ما تيجي نشوف الكلام ده، يلا بينا. تعال. أنا معايا الجدول اللي قدامي ده وفيه شوية البيانات دي. أنا عايز بناء على الكاستمر اي دي أطلع الجندر بتاعي. المعادلة مكتوبة تحت للتوضيح. فاحنا عارفين ان معادلة اندكس دي بتطلع لي البيان او الحاجة اللي انا عايزها بناء على رقم العمود ورقم الصف، وعارفين ان معادلة ماتش دي بتطلع لي الحاجة موجودة في انهي خلية بالظبط في الجدول معايا. فانا هدمج الاتنين مع بعض. فتعال نشوف. اقول له بيساوي وابدا اول حاجة بمعادلة اندكس. فانا مثلا عايز البرودكت كاتيجوري. فانا هنا محدد انا عايز ايه، فاقول له انا عايز البرودكت كاتيجوري. هنا بقى في الرو نمبر اللي انت اجيب لك الصف رقم كام. انا هنا بقى مش هحدد له الصف رقم كام، اخلي ماتش هي اللي تحدد له رقم الصف بناء على الكاستمر اي دي. فهنا هروح كاتب له داله ماتش. فهيقول لي اللوك اب فاليو اللي انت محتاجها فين، اللي انت بتدور عليها. هقول له انا بدور على الكاستمر اي دي. طيب الكاستمر اي دي موجود فين في الجدول بتاعك؟ هقول له موجود في العمود دوت. الماتش طيب انا اقول له انا عايزه اكزاكت ماتش، واقفل داله ماتش. كده انا خلصت داله ماتش. فهخلي داله ماتش هي اللي تجيب لي الرو نمبر. حلوين؟ زينة والله زينة. اقفل داله ماتش واقفل داله اندكس وادوس له انتر. طلع لي ان الكاستمر اي دي ده قدامه البرودكت كاتيجوري ده اهو. طب تعالى نغير هنا مثلا رقم 4، الاقيه غير لي البرودكت كاتيجوري عندي. فباختصار بكتب له معادله اندكس، بحدد له فيها الرينج بتاع الحاجه اللي انا محتاجها بالظبط، العمود اللي فيه البيانات اللي انا محتاجها، وبعد كده بستخدم معادله ماتش عشان يحدد لي الرقم بتاع الحاجه اللي انا محتاجها في معادله اندكس. فاجي في معادله ماتش احدد له الحاجه اللي انا ببحث بيها والمجال اللي موجود فيه الحاجه دي، وهو بالتالي بيطلع رقم الحاجه دي موجوده فين ويستخدمها في معادله اندكس، والاثنين مع بعض يطلعوا لي الحاجه اللي انا بدور عليها. وحلاوه هنا ما بيشترطش عليك زي داله بلوك اب القيمه اللي انت بتبحث بيها تكون موجوده في اول عمود في الجدول. لا، انت ممكن تبقى القيمه دي في اخر عمود عادي، او بعد القيمه اللي انت عايزها عادي، لان هو هنا انت مش مرتبط بعدد اعمده معين. فانا لو خدت عمود الكاستمر اي دي من هنا وحطيته هنا، هلاقي ان المعادله عندي ما بتتاثرش وشغاله زي ما هي، مش زي بلوك اب خالص. عشان اندكس وماتش بيتعاملوا مع الجدول كانه شطرنج، بيروحوا في اي اتجاه. فالخلاصه ان ماتش بيدور ويقول لك على رقم البيان اللي انت محتاجه موجود في انهي صف، واندكس يروح رايح جايب لك البيان اللي موجود في الصف دوت ويديهولك. فالاتنين مع بعض فريق عبقري. وما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب، واستنونا في فيديوهات تانية. سلام.